السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة الغربية من ملحق الكتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية ترم أول منهج جديد، صفحة 63 وصفحة 64. فيا ريت قبل ما نبتدي الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. أول سؤال معايا نص الاستماع listen and write true or false. أول واحدة بيقول my father is a vet، يعني والدي بيكون vet يعني طبيب بيطري. طبعا كلام غلط، هنقول false. Number 2 I want to be a craftsman، أنا أريد أن أكون craftsman يعني رجل حرفي، هيبقى كلام صح، هنقول true. Number 3 I am bad at making things، أنا سيء في صناعة الأشياء، هتبقى برضو خطأ، هنقول false. رقم 2 listen and complete، استمع وأكمل. أول واحدة بيقول هدايا ملاك is a famous Egyptian، يعني هدايا ملاك بتكون واحدة مصرية إيه؟ player لاعبة، طبعا كانت لاعبة تايكوندو، يبقى هنقول تايكوندو player. She carried the Egyptian flag، هي حملت العلم المصري at the طوكيو إيه؟ طبعا في ألعاب أولمبياد طوكيو، يبقى هنقول طوكيو Olympic Games. Number 3 she won many، هي فازت بالعديد من الإيه؟ طبعا won many prizes بالعديد من الجوائز. رقم 3 السؤال الاختياري choose the correct answer. أول واحدة بيقول the نقط is a box، هو صندوق in which we keep animals، بنحتفظ به الحيوانات، طبعا الحيوانات بنحتفظ بيها في القفص اللي هو cage. we stayed in the، احنا بقينا في ايه؟ to avoid، لكي نبعد عن the hot sunshine، ضوء الشمس الحار، يبقى طبعا بقينا في الشيد اللي هو الظل. would you like يعني هل تريد ايه؟ carrots بعضا من الجزر، طبعا هنا بيعرض عليه، فطبعا في العرض والطلب بختار كلمة some. هي نقط ذا باس يعني هو اخذ الاتوبيس تو جيزة افري داي، بياخد الاتوبيس لمدينه الجيزه كل يوم، طبعا دي جمله في زمن المضارع البسيط والفعل عندي هنا مفرد، يبقى طبعا هختار الفعل اللي فيه اس، هختار كلمه كاتشز. نمبر 4 read and match، سؤال التوصيل. اول واحده بيقول تو تشوب، تشوب يعني يقطع، مينز بتعني ايه؟ 2 we need to pack، احنا محتاجين نحزم ايه؟ 3 ايكو توريزم السياحه البيئيه بتكون ايه؟ 4 I love solving، انا بحب حل ايه؟ تعالوا نشوف الإجابات. أول واحدة رقم A بيقول our suitcases يعني حقائب السفر بتاعتنا، يبقى طبعا we need to pack محتاجين نحزم our suitcases، يبقى دي رقم 2. رقم B بيقول helps يعني بيساعد local people، بتساعد طبعا الناس المحلية، طبعا دي اللي هي الإيكو توريزم السياحة البيئية، يبقى دي رقم 3. رقم C بيقول to cut something إنك تقطع شيء down، تقطع شيء، يبقى طبعا ده معنى كلمة chop اللي هو يقطع، يبقى دي رقم 1. رقم دي problems يعني المشاكل، يبقى طبعا I love solving أنا بحب حل البروبلمز المشاكل، يبقى دي رقم 4. بعد كده رقم 5 سؤال القطعة. هنا بيقول one day في يوم ما my family عيلتي and I وأنا we're driving كنا بنقود through the desert عبر الصحراء to visit my cousins علشان أزور ولاد عمي. After 20 minutes بعد 20 دقيقة I looked out of the window أنا بصيت من الشباك and saw ورأيت a sandstorm يعني عاصفة رملية. There was a lot of sand يعني كان يوجد الكثير من الرمال in the air في الهواء outside بالخارج the car السيارة. And it was very difficult to see وكان من الصعب طبعا الرؤية. We closed all the windows أغلقنا جميع الشبابيك. But لكن it was now very dark الجو أصبح مظلما. My father والدي moved the car حرك السيارة of the road عن الطريق and we stopped وتوقفنا. We didn't see any cars نحن لم نرى أي سيارات on the road على الطريق. Suddenly فجأة the sandstorm moved away يعني العاصفة الرملية بعدت بعيدا. We saw the sun ورأينا الشمس again مرة أخرى and drove on through the desert وعبرنا عبر الصحراء. تعالوا بقى نقلب ونكمل حل الامتحان. بعد كده رقم ايه اول سؤال بيقول the text is about، القطعة بتتكلم ايه؟ طبعا القطعة بتتكلم عن العاصفة الرملية، يبقى هقول sandstorm. رقم 2 the underline words، الكلمة اللي تحت الخط اللي هي كلمة we're driving. we're driving طبعا كانوا بيقودوا means going by معناها انك تمشي بايه؟ طبعا تمشي بالكار يعني السيارة. where why were they driving ليه هم كانوا بيقودوا through the desert عبر الصحراء؟ طبعا لان هم كانوا رايحين يزوروا ولاد عمهم، يبقى هنقول because لان they want هم ارادوا to visit ان يزوروا his cousins يعني ولاد عمهم. رقم 4 what was in the air يعني ماذا كان في الهواء؟ طبعا الهواء كان يوجد فيه عاصفة رملية، يبقى هنقول there was a sandstorm يعني كانت توجد عاصفة رملية. بعد كده رقم 6 سؤال الترتيب. أول واحدة هنا جملة طبعا بدأت بكلمة they، وطبعا دي جملة في زمن الماضي المستمر، يبقى هيجي وراها فعل مساعد يبقى they were. بعد كده فعل فيه ing يبقى they were listening، هما كانوا بيستمعوا طبعا to music إلى الموسيقى.
رقم 2 سؤال بادئ بكلمة وات، هيجي ورا فعل مساعد يبقى وات از، بعد كده فاعل ذا ريسيبي، يعني هنا بيسأل عن الوصفة بتاعة طبعا فور بسبوسة لصناعة البسبوسة. رقم 3 السؤال بادئ بهاو، هيجي ورا طبعا كلمة about يبقى هاو about، يعني ماذا عن ايه؟ طبعا باينج شراء ايه؟ some tomatoes يعني بعض الطماطم. رقم 4 جملة برضو بدأ بكلمة شي، هيجي وراها فعل يبقى شي wants، هي أرادت أو تريد إيه؟ طبعا to win، إن هي تفوز بإيه؟ طبعا a gold medal يعني بميدالية ذهبية. بعد كده رقم 7 سؤال علامات الترقيم، هنا جايب جملة بدأ بكلمة I، أول حرف هيتعمل كابيتال حرف الآي، وهنا طبعا عندي مدينة كلمة كايرو، طبعا ده اسم مكاني أول حرف منه لازم يكون كابيتال. آخر سؤال معايا بقى سؤال الباراجراف، هنا جاب لي باراجراف عن your favorite clothes يعني عن ملابسك المفضلة، باستخدام كلمة spotted dress يعني فستان منقط، وسويتر يعني اللي هو البلوفر. تمام، الناس ركز معايا علشان نشوف هنحل ازاي الباراجراف ده. اول حاجه طبعا هقول ان my favorite clothes يعني ملابسي المفضله هي مثلا الملابس القطنيه، يبقى هقول my favorite clothes is a cotton clothes يعني ملابسي المفضله هي الملابس القطنيه. بعد كده هقول ان انا برتدي فستان منقط لما بيكون في طبعا احتفال، يبقى هقول I wear انا ارتدي spotted dress فستان منقط when عندما we are at عندما نكون في طبعا at festival يعني بنكون في احتفال او في مهرجان. بعد كده هقول ان انا برتدي برضو الملابس اللي هي القطنيه الخفيفه لما بيكون الجو حر، هقول طبعا I wear انا ارتدي light clothes ملابس خفيفه when عندما the weather الطقس is hot لما بيكون الطقس طبعا حر بنرتدي ملابس خفيفه. ايه تاني؟ هقول طبعا وبرتدي اللي هو السويتر او البلوفر لما بيكون الجو بارد، يبقى هقول and a sweater، وطبعا برتدي السويتر when it cold لما طبعا الجو بيكون بارد. كده طبعا يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، اتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.